الإعلام العالمي في الأسبوع الماضي لأنه سجل هدفا عالميا تناقلته كل وسائل الإعلام العالمية وأسهبت في وصفه. فهد، أهلا بك، شكرا لحضورك. مسرور بتألقك الأخير وأرجو لك التوفيق، ومنذ أن كنت في الناشئين وأنا كنت أتوقع لك مثل هذا المستقبل، إن شاء الله القادم يكون أفضل. فهد، ماذا يعني لك اختيارك كنجم الجولة رغم أنك لم تشارك إلا في شوط؟ أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم. أحب أمسي عليك أخوي بتال. أهلا وسهلا. الحمد لله، يعني هذا شيء توفيق من الله طبعا. يعني الواحد دائما يحاول يشتغل على نفسه، يحاول يطور نفسه. الحمد لله، يعني أنا للأمانة مريت بفترة كويسة. الحمد لله. الجماهير طبعا، الجماهير الاتحادية والإدارة الاتحادية ما قصرت مع فهد المولد في الأوقات هذه، الحمد لله. أحب أحاول إني أساعدهم قد ما أقدر. بالعكس، هذا النادي نادي، هذا النادي هو اللي صنع فهد المولد. أتمنى التوفيق في الجاي إن شاء الله. إن شاء الله. فهد ما شاء الله يعني مروق هذا الشهر، جول عالمي، وسويت بلنتي أيضا كذا فن، حركات زيدانية كذا حلوة، وسجلت جول بمخ. ما عاد صرت فهد مولد اللي بس يعني تجيك الكرة تشوت بأي مكان. ايش اللي متغير بالضبط؟ والله زي ما قلت لك أخوي بتال، بالعكس يعني ممكن الحمد لله يعني في راحة للأمانة، الحمد لله. يعني من مباراة لمباراة الواحد يحاول يقدم حاجة أفضل، وطبعا هذا الشيء كله توفيق من الله ودعاوي الوالدين للأمانة اللي دائما مع فهد المولد. وأنا أتمنى أني أوفق في المباراة الجاية وأقدم أفضل إن شاء الله. إن شاء الله. فهد، الجول المنتخب على الإمارات، تابعت ايش قالوا عنك الصحافة العالمية؟ تابعت ردود الأفعال؟ والله للأمانة سمعت أنا. أي، سمعت تعليق الياباني على الهدف؟ اي سمعته، بس ما فهمت حاجة طبعا. طيب، فتحدثني عن هالهدف. انت طلبت الكرة من سلمان، وصلتك الكرة، كنت تبي تركدها، كنت بتسوي كنترول على الكرة، ولا ناوي من البداية انك تشوت بهالطريقة؟ يعني كانت مغامرة انك تشوت. هم كل العالم بيتكلموا بالهدف عن فهد مولد بس. يعني ما ننكر الاسيست اللي من سلمان الفرج. نعم. يعني للأمانة لعب كورة حلوة، والحمد لله يعني توفقت فيها الحمد لله. كنت مقرر انك تشوت من البداية، من اول ما طلبت الكرة من سلمان؟ انت اخذت نص دائرة ولفت ورا المدافع الاماراتي، كنت مقرر انك تشوت؟ اكيد اكيد مقرر. انا ما اخذت المسافه وما تحركت التحرك الا اني ابى اواجه. كل التفكير كان اني احاول يعني اسجل هدف او يعني انقذ الفريق المنتخب. الحمد لله يعني ربي وفقني في الكوره، الحمد لله يعني سجلت الهدف. ما يهم طريقه الهدف، صحيح. اهم شيء الفوز والثلاث نقاط. طيب، فهد، هالجول سوالك دفعة معنوية؟ شفتك يعني أنا في المباراة اللي بعدها مع الاتحاد مزاجك عالي، ذهنيتك صافية، تركيزك أقوى. فعلا كنت محتاج مثل هالدفعة المعنوية علشان تسكت بعض الأصوات اللي تقول فهد إذا واجه المرمى يضيع، خلتك تلعب بارتياح أكثر؟ والله أكيد يعني كان في تركيز عالي. يعني المباراة اللي بعدها دخلت وانا مرتاح نفسيا للأمانة، الحمد لله. يعني جاي ومنتصر مع منتخب المملكة، واكيد كنت حاب اني افوز مع النادي، ودخلت بكل اريحية. المدرب فضل انه يلعبني الشوط الثاني، وكنت مركز يعني قاعد في دكة البدلاء ومركز. والحمد لله يعني دخلت وتوفقت، يعني كنت بأريحية أكثر ولاعب في خط الهجوم، والحمد لله يعني توفيق برضه. نعم. الآن بعد المستويات الأخيرة لك ومع اعتزال محمد نور أسطورة الاتحاد، الناس بدأت تقدم فهد على أنه هو من سيحمل الاتحاد. ما أبغى أقول كلمات كبيرة فهد، ولو أن أنا أعرف وعيك على المستوى الشخصي وقدرتك على إدارة نفسك وسط المجاميع، لكن في كثير من الاتحادين يقولون هذا هو الفهد الجديد أو النمر الجديد في الاتحاد. أنت بالنسبة لك تسمع هذا الكلام تحس أنه مسؤولية عالية عليك؟
والله أنا أتمنى أني أنا أخدم هذا الكيان. يعني نادي الاتحاد يعني غالي على جميع الاتحاديين، وأنا واحد منهم. الحمد لله أنا بدأت في النادي من وأنا صغير، من براعم لناشئين لشباب، تدرجت في النادي. للأمانة حبيت النادي، كنت أشجع النادي، وأتمنى أنه يكون لي اسم في النادي، أكون محبوب عند جماهير نادي الاتحاد، يعني خاصة الجماهير السعودية عامة. ما في أحد ما يتمنى أنه يقدم لكيان زي كيان نادي الاتحاد. الموسم الماضي فهد قلت انك في مفترق طرق، ادعوا لي. كتبتها على انستغرام او على تويتر، والله ما اذكر، بس انك كتبت رسالة للاتحاديين. تعديت مفترق الطرق؟ والله والله بالعكس، تعديتها بكل أريحية الحمد لله. وزي ما وقلت أنا سابقا، الحمد لله يعني أنا ما زلت أنا ببيتي، وإن شاء الله إني أستمر في بيتي لين ما أخلص كورة إن شاء الله. كنت تقصد بالرسالة هذه التردد اللي أصابك انك توقع للأهلي أو تستمر في الاتحاد، صحيح؟ والله الموضوع ما كان بس الأهلي، كان في أكثر من نادي للأمانة. أي. يعني أنا أجلت الموضوع. أي. يعني بالعكس أنا فضلت إني أقعد في النادي. وزي ما أنت عارف يعني جماهير الاتحاد يعني تحب فهد المولد، وفهد المولد يحب جماهير الاتحاد. نعم. الحمد لله يعني هذا يعني برضه دعاء الوالدين، والحمد لله يعني استخرت وقدرت اني اقعد في النادي اللي انا احبه ونادي المفضل. فهد، الاتحاد قادر على المنافسة هالسنة ولا هي بس هذه فزة البداية؟ والله ان شاء الله، ليش لا، ما في شيء مستحيل. ايش تحتاجون عشان تنافسون، عشان تستمرون في الصدارة وتنافسون على الدوري، على اللقب؟ ايش اللي تحتاجونه؟ اكيد يعني نحتاج اننا نكون اقوى من قبل. يعني ندخل كل مباراة كأنها نهائي، وما في شيء مستحيل. يعني بالعكس يعني يدا بيد إن شاء الله زي ما يقولوا، نستمر خطوة خطوة إن شاء الله، وأسأل الله التوفيق لنا في الجاي. أنت فهد تشوف الإمكانيات موجودة؟ تكلم على الفنية، يعني مثلا على سبيل المثال دكة الاتحاد ممكن بنك يقدر يصرف منه في إذا احتاجه. تعرف بطل الدوري لازم يكون عنده يعني ما كانوا في دكة البدلاء إلا أنهم جاهزين. يعني كل الفريق صغار بالعمر، وإن شاء الله احنا نساعد بعض. على فكرة الفريق في يتواجد الخبرة، يتواجد الصغار بالعمر إن شاء الله. يعني زي ما قلت لك يعني كل شيء وارد، ما في شيء مستحيل. الله يكتب اللي فيه الخير. طبعا احنا سندنا جماهير نادي الاتحاد، هذا أول شيء. يعني جماهير نادي الاتحاد هم الدعم لنا إن شاء الله بعد الله. نعم. فهد، في منتخبات الناشئين والشباب أنت كنت تلعب دائما مهاجم ثاني. في الاتحاد مرات لعبت جناح حقيقي، ومرات لعبت خلف المهاجم. مارفك لعبك المباراة الأخيرة رأس حربة. أنت ايش تحب تلعب؟ وين تلقى نفسك؟ والله بالعكس، يعني أنا أحب ألعب يعني كراس حربة يعني. والأمانة أنا مباراة المنتخب أنا استغربت إني أنا نزلت مهاجم، لأني ما كنت أتوقع أبدا إني أنا أنزل مهاجم. يعني الأمانة تغيير ناجح من المدرب، والحمد لله يعني توفقت فيه. طبعا أحب أشكر المدرب مارفك للأمانة، اللي يعني أعطاني الثقة. نعم. والحمد لله أنا كنت عند الثقة. مباراتكم يوم الخميس مع الشباب مباراة مفترق طرق زي أنت ما قلت في رسالتك، مهمة جدا لكم كونها مع واحد من الفرق المهمة في الدوري وربما المنافسة أيضا. في شيء بيصير في هالمباراة أنه الاتحادين بيسوون تيفو للراحل أحمد مسعود، اللي خلنا نقول هو وضع الأسس لهذا الفريق الذي ينافس الآن وغادر إلى ربه. بالنسبة لك أنت يعني هاتفو شعني لك؟ أنا عارف عندك علاقة جيدة جدا بالراحل أحمد مسعود. الله يرحمه يا رب. حقيقة يعني لو نبغى نتكلم عن العم أحمد مسعود الله يرحمه، يعني الأمانة الحلقة هذه ما تكفينا. نعم. العم أحمد الله يرحمه كان قريب مننا جدا.
احنا كلاعبين يعني كل ما احتجناه كان متواجد معانا في الملعب، معانا في الباص، معانا في المعسكر، معانا في اي مكان معانا. الله يرحمه. اتمنى من الجماهير الاتحاديه يوم الخميس الحضور للملعب، الحضور للامانه عشان التيفو للراحل احمد مسعود الله يرحمه. وما ننسى حاجه هو قالها في حياته، كان يقول انا خادم لجمهور نادي الاتحاد. يعني ما ننسى هذه الكلمه. اتمنى من الجماهير الاتحاديه تحضر وتساند الفريق، والامانه العم احمد يستاهل. يعني دعوه مني انا ومن اخواني اللاعبين، اتكلم باسمي باسم اخواني اللاعبين، اتمنى من الجمهور الحضور يوم الخميس ان شاء الله، ودعم النادي والحضور يعني للراحل الله يرحمه عم احمد مسعود. يستاهل احمد مسعود انه يكرمه جمهور الاتحاد المدرج الكبير بعد ان عمل واسس لهذا الفريق. على المستوى الشخصي فهد، ارجو لك موسما ناجحا محليا وموسما ناجحا ايضا في صفوف المنتخب، وان اراك في كأس العالم المقبلة في روسيا، وانت الذي لعبت ايضا في كأس العالم للشباب قبل عامين في كولومبيا. أرجو لك التوفيق. نجم الجولة بل نجم هذا الشهر فهد